مصر داخل عليها وباء واحنا اصلا من غير حاجه ماشيين بالدواء. وابو حنان راجع للمعمعة تاني هو واسراء، وطهران قالت لهم تعالوا سنريكم ايها الاعداء. ركزوا معايا في الحلقه دي عشان فيها كوارث مش اخبار وانباء، وانا ماشي بجهاز الضغط يا ولاء. الله وانا مالي يا لمبي. كان يا اخوات العمده اعلنت ان فيها تفشي واسع للاوبئه وتحذيرات دوليه كبيره، ومنظمه الصحه العالميه قالت لك ده كوكتيل اوبئه يا بيه. قال لك لدرجه ان في واحد اتوفوا، ربنا يشفيهم يا جماعه. لكن للاسف الحدود بينا واسعه وصعب السيطر عليها، وكل يوم اما يخش مصر اعداد كبيره واحنا اصلا من غير اوبئه وماشيين بالعلاج. بالله عليكم كفايه ضيوف، الشقق غليت والبنزين غالي والاكل غالي ودمنا ما يغلي، مش ناقصين كمان حد يخش علينا بالملاريا الدفتيريا. ما اسمهاش بكتيريا عشان نفهمها ايه بكتيريا دي. مش ناقصين كمان مصاريف على المواصلات، ده انا بنت 4 سنين واما تاخد جرعه مصل ب 4000 جنيه بتاع الالتهاب السحائي، ودي مواصلات عاديه بتاعت بكتيريا، ما بالك بقى بالدفتيريا. نسيب السودان وناخد المسيره بتاعتنا ونطلع على ابو حنان. البيه بقى بعد ما المضيق اتقفل تاني، لا تالت لا رابع لا والله ما عارف عايز، راح البيه طالع وقاعد يهرتل كعادته ويبعبع ويقول لك انا هعمل اللي ما عملوش رئيس امريكاني من 47 سنه. يا بابا انت اما تعمل افعال ما يعملهاش رئيس مجلس محل قريه، وريتك اما تعرف تعمل اما يتعمل لك في الاخر. راح على طول طالع له مجيد موسوي قائد القوات في الحرس الثوري، وقال له يا ابو حنان احنا الحمد لله خلال فتره الهدنه زودنا منصات اطلاقنا وزودنا طياراتنا المسيره، وخلاص خدنا قرار ان احنا هنشتغل بوتيره اسرع من اللي كنا شغالين بها قبل الهدنه. وفي اسرع من كده ده يبقى سرعه قصف باليستي. هيبقى انتوا يعني سرعه قصف وهو مش اما يعرف لا مؤاخذه يعني يقذف خالص كده، يبقى فيه تفاوت في السرعات سياده القاضي. اجلد. وراح ناشر فيديو ليه بقى من تحت الارض وهو ما يتفقد منصات الاطلاق والطيارات الباليستيه بتاعته. دي يا جدعان الحاجات اللي ابو حنان اما يقول ان هو دمرها كلها. دمرت يا حزين؟ امال اللي احنا شايفينه ده؟ نسيب طهران ونركب طيارتنا المسيره ونطلع على اسراءه. الواد النتن طلع قال لك لو امتلكت ايران النونوي دي هتكون نهايه الشعب بتاعنا. اسمع من بوجه يا رب. بصوا يا جماعه معايا على الفيديو اللي جاي ده، الجيش بتاعه عامل مقطع اما يسوقوا فيه نفسه ان هم قد ايه قلوبهم رحيمه. بصوا والله قال لك اما يقولوا علينا ما عندناش رحمه فعلا كدابين فصل عينهم. وقال لك الدليل واحنا شغالين في العمليات في لبنان قلنا للعربيات كلها بتاعتنا اركنوا على جنب ووقفوا عشان شفنا سلحفه في الارض وخفنا ندوسها. ايوه ما احنا كده بني ادمين ما يفرقش معانا، اطفال عواجيز ما يهمناش، مستشفيات بيوت ما يخصناش، لكن سلاحف لا، قلبنا يحن. احنا متربيين على سلاحف النينجا. ناخد بقى طيارتنا المسيره ونطلع بسرعه على اسبانيا. رئيس الوزراء العسل بيدرو عامل شغل محترم جو مع الناتن، واما يطالب الاتحاد الاوروبي بفسخ اتحاد الشراكه مع اسراءه. ايوه ليه يا عم بيدرو واقف الحال ده بس؟ قال لك مش اما يحترموا القانون الدولي وما ينفعش رئيس اما يرتكب جرائم يكون شريك لينا. ازاي يا اخويا بيدرو بس؟ دول اما ينقذوا سلاحف وبراس وجمل. قال لي لا 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 يا عمده ما ينفعوناش. الواد بيدرو شاطها له في صدره. ناخد المسيره بتاعتنا ونطلع من اسبانيا على طهران. وكاله التسنيم الايرانيه قالت لك الوفد بتاعنا يا عمده اصلا مش هيروح يقابل الوفد الامريكي في باكستان الا لو لغوا الحصار البحر ده خالص. ازاي بس الكلام ده؟ ده ابو حنان لسه قال انه بعت ستيف وودكوف وكوشنر يوم الثلاث الجاي على اسلام اباد، وقال لك هنعمل مباحثات وهنجبر ايران على الاستسلام. يا سلام يا ابو حنان، هتجبرهم ازاي وهم قالوا لك اصلا انهم مش رايحين ولا هيقعدوا؟ وقالوا لي يا عمده والله احنا هنسيبها فرصه لكوشنر وويتكوف يفضفضوا ويجربوا من بعض اكتر. نركب بقى المسيره بتاعتنا ونلحق نشوف المصيبه اللي حصلت في لبنان. البهوات اللي ما يتسموا عملوا خرق للهدنه مرتين. قالوا لك واحنا قاعدين كافيين خيرنا شرنا كعادتنا حسينا بخطر جاي من الحزبيه اللبناني، فروحنا ماسكين حاجتنا في ايدينا ودورنا فيهم الضرر. ايوه معلش انا مؤاخذه، حسيتوا ازاي بالخطر ده؟ يعني هم مثلا دخلوا عليكم وجربوا منكم وفرغوا فيكم ولا ضربوا عليكم حاجه؟ قالوا لك لا يا عمده ما حصلش. ايوه يبقى شفتوهم من بعيد وهم رافعين سلاح ولا حاجه؟ قال لك لا يا عمده ما شفناش. ايوه طب انتوا عرفتوا منين ان الناس اللي في خيالكم دي تبع الحزبيات؟ قالوا لك لا ما احنا ما عرفناش.
هشام ايوه هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. ايوه، امال انتوا كسرتوا الهدنه ليه؟ اتنرفزتوا يعني ففكرتوها مج ووجعتوها؟ ايوه، ما انا عايز افهم يعني ايه احساس الخطر ده لما تحسوا بيه. ايوه، يعني لما تجيلكوا زغطه مثلا في علامه يعني فهمونا. الكسر التاني بقى للهدنه ان هم نشنوا على مجموعه تبع القوات اليونوفيل، وكان فيهم 4 جنود فرنساويين، 1 فيص و3 اتاكلوا. الواد بقى القيود رئيس فرنسا فجاه اتنرفز وحسه عالي. كان فين حسك ده؟ ما انت جالب بطه بلدي قدام مهارتك. راحوا اللي ما يتسموا قالوا له مش احنا يا بيه اللي عملناها، والله ده الحزبيات. الحزب اللبناني قال لهم والله ما احنا، وامتى احنا عملنا كده مع قوات اليونوفيل؟ لما كل مره هم يا جدعان لما يشلفطوهم. احبك يا نيتن لما تعمل حاجه تقول انا عملت كده وما تتضراش، ولا انت خايف لا يقاطعوك؟ ما هم كلهم مقاطعينك يا حبيبي. الواد بقى ابو حنان والنيتن قالوا لك احنا خلاص نوينا والنيه لله ان احنا نوجه ضربه استباقيه لطهران. ايوه الكلام ده امتى بالظبط؟ قالوا له والله يا عمده اليومين الجايين على طول بعد العيد الصهيوني، والعيد ده هو عيد الاستقلال عندهم وذكرى الوكسه السوداء عندنا، وده اليوم بقى اللي ناويين يعملوا فيه مصيبه تاني جديده. ده يا اخوات العمده الحرم الابراهيم اللي حاطين عليه الاعلام والنجمه بتاعتهم علشان ناويين في اليوم ده يحولوه لمعبد يهودي. وكل ده ما يحصل يا اخوات العمده وسط صمت عربي. وعشان ما غمجهاش جو في الجفله هحاول اختمها بخبر حلو شويه. مصر اكتشفت بير بترول جديد في الصحراء الغربيه هينتج لنا 1000 برميل نفط يوميا. يا عمده احنا كل يوم ما نكتشف غاز ونفط وبرضه البنزين عندنا ما يغلى، يكونش النفط لما نكتشفه ده 80 مش 92 فمالوش عايزه عندنا جوي؟ اقول لك لا يا ظريف يا ابو دم خفيف، احنا اما نصدر يا بابا عشان نجيب عمله صعبه نسد بيها العجز بتاع التضخم اللي عاملاه الحرب، ولا البعيد مش شايف ده غير ايرادات قناه السويس اللي تعتبر ما بقتش موجوده؟ هاتها جمايل يا رب، وتابعوا العمده عشان يوصل لكم كل جديد وشيروا لهم وابعتوا لهم.